السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في الكاظمية المقدسة وبجوار سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم. سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. نلتقي بالناس الزوار في رمضان الكريم اليوم، واخي وزميلي مرتضى محمد. الله يخليك. الله يسلمك يا ربي يحفظك. احبتي المشاهدين، عدنا بحلقه جديده من برنامج كلام أهلنا. احنا متواجدين بالكاظميه بجوار الامام موسى الكاظم عليه السلام، نطلع على الاجواء الرمضانيه وكذلك نشوف اراء الناس الزائرين ونشوف روتينهم الرمضاني وعباداتهم كذلك. اجواء رمضان بالكاظميه تحديدا بجوار الامام ان شاء الله. محمد سيدي ومولاي محمد الجواد حتى لا ننسى. اكيد بين الزوار هنا اجواء رمضانيه. خليكم ويانا ان شاء الله. مشاهدين خليكم ويانا. يلا تعالوا ويانا. رافقني استاذ مرتضى، رافقنا. يا الله السلام عليكم. يا زياره مقبوله ان شاء الله. الله يسعدك. اهلا وسهلا بك. زين، حياك الله. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. الله يتقبل الطاعات ان شاء الله من عندنا ومن عندكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بك عزيزي. امورك عافيتك؟ الحمد لله والشكر. الله يحفظك ان شاء الله. عملي مدير علوم القران في مزار السيد عبد الله حفيد الامام الكاظم. حياك الله. الله يسلمك ويحفظك. الله يبارك فيك. سلام. احسن روايه واحسن مهنه بجوار سيدي ومولاي سلام الله عليه جعفر الكاظم، وبجوار سيدي ومولاي محمد الجواد عليهم السلام. سلام الله عليك. يوفقك ان شاء الله. الروايه اللي هي على بخصوص هاي الزياره او هاي المناسبه العظيمه. نعم. انه روايه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. اي معناه شنو؟ نعم. معناه انه اذا اني تمسكت بالقران وعفت اهل البيت ضليت. صحيح. واذا تمسكت باهل البيت وتركت القران نورت ضليت. فبهيك حاله ايش راح يصير؟ راح يصير مثل الميزان العدل، انه اذا الزم القران والزم من اهل البيت طريق راح يصير صحيح بدون عدا هذا يكون ثابت عندي ويقين. ليش؟ اذا اجي على كلام اهل البيت القران راح يفسر لي، واذا اجي على القران على الايات القرانيه اهل البيت يفسروا لي. ومن هذا المنطلق اكو ايه قرانيه الله سبحانه وتعالى يؤمرنا. بارك الله فيك. الله يسلمك. اخاف الوقت ضيق. لا عادي. الله عندي مساحه. الله يسلمك. الله يسلمك انت البركه. اكو ايه قرانيه يقولون اكو بعض الاشخاص يجون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون ويسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. صح لو غلطان؟ زين هم بزمن النبي ما كانوا يعرفون الاهله؟ لا يريدون يعرفون الاوسع. فشي يقول القران؟ يقول ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها. زين هم يحجون عن الفلك. شعلية بالأبواب. الله سبحانه وتعالى يؤمر أهل البيت ويؤمر الناس أنه يجون للأسئلة عن طريق أهل البيت وبحضور النبي. زين شلون راح أربط أني؟ راح أجي أربط كلام النبي وكلام المعصوم ويا القرآن. المعصوم شو يقول الإمام علي عليه السلام؟ يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي من بابها. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس. يسألون عن علم الفلك. أمير المؤمنين شو يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بها من طرق السماء أكثر من طرق الأرض. صح لو غلطان؟ أضف إلى هذا نيجي شو يقول يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. فلهذا هنا يثبت كلام النبي والعصمة مع القرآن الكريم. كلام جميل. الله يسلمك. الله يحفظك. شرفت معرفتكم. أهلا وسهلا بك. فطرت اليوم والله بصراحة الحجية الله يحفظها ويبارك فيها فترتنا شهر ودامة. الله يسلمك ويحفظك. حقيقة شرفت بمعرفتكم وانتم بركة. شرف. الله يحفظكم ويبارك فيك. الله يسلمكم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا. خليكم ويانا أعزائي المشاهدين. الله يخليك. ربي يحفظك تاج الراس. خليكم ويانا أعزائي المشاهدين. السلام عليكم عمو. السلام ورحمة الله. حياك الله. اهلا وسهلا. ترى مقبول. انا وقفتك عطلتك. براحتك. لا انا ماشيكم احب الشيء بهاي المباركه. اهلا وسهلا بك. ابتدي بيكم اتعلم منكم. اهلا وسهلا بك. معلومات على راسي. شغلات محترمه ان شاء الله. الله يخليك. اتعلم منكم. اهلا وسهلا. بخير الحمد لله. الله يتقبل اعمالك. ورمضان كريم عليك علينا وعليكم. ربي يبارك فيك. الله يعطيك العافيه. يابا انت مقام والدي. نعم بالله. الله يخليك. الله يحفظك. شو اليوم ايش فطرت؟
خير من الله، يا الله. خير من الله. الله. اي والله الله يزيد الخير على العراق. شنو الامور؟ شنو عملك؟ وين؟ والله عملي يعني ما اعمل، بس عندي اولادي 3 هم يعملوا. ربي يبارك بيهم. الله يبارك بيك، رحم الله والديك. ربي ان شاء الله يشد عزمهم ان شاء الله، الله يحفظك. يبارون بيك ان شاء الله. ان شاء الله. مثل ما يقول المداراء اللي يتعارف عليه الولد الولد يكون على ابوه ويخدمه. ويخدمه صحيح. يرد الجميل. اي والله. يرد الجميل. يرد جميل كبير هذا عليه. احسان بالاحسان. انت تعبت وربيت. تحياتنا لهم. ونعم. سلامنا لهم من هذا المكان. أهلا ان شاء الله. وسهلا بك. أهلا ربي وسهلا. يبارك بيك. شكرا جزيلا عمو. ممنون. في امان الله. في ربي أمان يبارك الله فيك. ويحفظك. الله يحفظك تاج الراس. أيوة. في امان الله. في أمان الله. شكرا جزيلا لكم. خليكم ويانا. قواك الله. الله يسلمك. شنو عملكم هنا؟ والله نخدم الزوار. بارك الله بيك. هذا مستمر على طيله ايام رمضان؟ اي هي خدمه اسبوعيه عندنا احنا. جيد بارك الله بيك. انت حضرتك من الكاظميه؟ لا انا من بغداد، من المدينه بالبلديات. اهلا وسهلا، يا مرحبا بك، نتشرف بك. الله يسلمك. شنو روتينك الرمضان؟ يعني بالخدمه لو شلون؟ لا روتينك ويا العائله ويا مواظب على الصيام ان شاء الله. الحمد لله بركه. الله. صحانا من حال وادي. اي شيء اكيد، يعني صيامنا خير وبركه. بارك الله. حر ولا برد وكل المستمرين خير. الله يسلمك. الله يخليك. موكبكم اكيد مشترك كله بيناتكم، كلكم من المدينه لو؟ اي ولدنا بالاغلب من المدينه. اي الحمد لله. الله يسلمك. الله يعزك. فدوى روح لك. الله يسلمك. الله يبارك بعمرك تاج راسي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك. ربي يحفظك. السلام ورحمه الله. رمضان كريم. رمضان كريم. قواك الله. قوا حيلك يا روح. يسلمك. خدمة الصيام يعني فد عمل جيد. بارك الله بك. شرف كبير هذا. شرف كبير من المدينة. من المدينة. المدينة. ايه هذا شرف كبير نخدم الزوار. ربي يحفظك. من مولاة الزهراء اكون تديم هاي الوادم على هاي الزيارة وهاي الخدمة. بارك الله بكم، وهذا شيء جيد وانتم على الراس ان شاء الله. واهل المدينة، اهل المدينة احنا رفعت راسنا هم خدمتكم على راسنا. خدمتكم احنا خدامكم خدام. الله يسرعك. فدوا روح لك يا روحي. انتم خليكم على راسنا. احنا نفتخر ونستعز بكم ونمتاز بكم كذلك. الله يحفظك. الله يحفظك. مواظب على دراستك لو؟ لا الدراسة بعد والله احنا شغلتنا لا الدراسة. صحيح. هذه دراستنا. هذه مدرسة أكيد. خدمة الزائرين وبجوار الإمام موسى الكاظم عليه السلام مدرسة كذلك. أحسنت. بارك الله بك. جزيل الشكر لك، ورمضان كريم عليك إن شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق كل التوفيق، وإن شاء الله تستمر على هذا الطريق، وإحنا نشجعك ونخليك على راسنا حبيبي، تاج راس عيون أنت. أحبة المشاهدين مستمرين وياكم في الكاظمية، خليكم ويانا. المشاهدين تعالوا ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يساعدكم. ماجورين ان شاء الله. كلكم زينين. باركم. شنو عملكم هنا؟ شنو هاي الخدمه؟ عاشت ايديكم؟ ماجورين ان شاء الله. الله يديمك يا جنة. خلي من هنا الله يديك. قواكم الله ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. عليكم ان شاء الله. بارك. قواك الله. الله يخليك. الله يخليك. استشهاد محمد صادق الصدر سيدة الزهراء عليه السلام. اليوم مو لو ما انا متوهم. لا ماكو السيدة الزهراء. هاي شفت القطعه. لا السيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه. ماجورين ان شاء الله. الله يهديك. الله يسلمك. وربي يبارك بيكم. الله يهديك. قواكم الله على التعب. شلون رمضان وياكم؟ لا ماكو تعب ان شاء الله. رمضان بركه ان شاء الله. خير وبركه. خير وبركه ان شاء الله على امتنا. ربي يحفظك. الله يسلمك. شلون رمضان وياك؟ شلون شو فطرت اليوم؟ والله خير موجود بعد. خير يبارك فيك. شوربه الرمضانيه هاي المعتاد عليها. اي ورا 15 رمضان تنقطع. اي بعد ماكو شوربه. شنو عملك شنو؟ والله عمل تشتغل؟ الحمد لله انا موظف وزاره الكهرباء. الحمد لله وشكر. احسنت. الحمد لله. الله يسلمك. بارك الله. الله يخليك. صديقنا مشكور. قواك الله العزيز. هو حيلك. الله يبارك فيك يحفظك. الحمد لله. رمضان كريم عليك كريم وعلى علينا عائلتك. وعليكم ان شاء الله. الله ربي يبارك يبارك فيك يحفظك. وزاره مقبوله ان شاء الله. قبل اعمالك ان ماجور شاء على الله. هالخدمة. الله والديك. إن شاء الله يبارك يبارك فيك. فيك. يحفظك. الله ابو من والديك. انت ابو من؟ انا ابو يعقوب. ابو يعقوب. الله يسلمك. قواك الله. قوى حيلك. شلون امورك؟ يبارك فيك. عافيتك. نعمه. حياك الله. نعم. ان شاء الله ماكو الله محيصلك. الله يبارك فيك. تحياتنا لك. شكرا جزيلا. حبيبي. الله يسعدك. هلا يا روحي. موجود. تاج راس الله يديمك. الله يخليك يا جنة واجركم اعظم ان شاء الله. الله يخليك. تاج راس. الف هلا. اهلا وسهلا. شلونك زين؟ نعمه خير وبركه على الله. الله يخليك. فدوى الوالد. لا نعمه لا شلون؟ نعاس ولا شيء. لا ماكو ابد ابد والله.
السيد الشهيد سعيد رضوان الله تعالى عليه. صدر رحمة رضوان الله الله عليه. تعالى عليه. رضوان الله نبتدي تعالى. بهذه الشخصيه المحترمه اكيد اكيد طبعا. ومن تضحيات من قيام صلاة وصلاة الجمعة رحمة الله عليه. موسوعة احسنت الكتب. احسنت. احنا متابعين لهذه الشخصية نعم ان شاء الله. الحمد لله. والبركة بالموجودين ان شاء الله. اكيد اكيد شكرا نعم. جزيلا الله لكم. يخليك ممنون. قواك الله اخوي. والله حيلك بعد عين الله يديمك. ان شاء الله ما الله يحفظك الله يخليك. علينا وعليكم الله يديمك سدول وجهك الله يخليك. ابو مرتين ابو عباس ابو عباس الله يحفظك الله يديمك قواك الله. الله يخليك سدول وجهك الله يسلمك. الله كريم عليك. علينا وعليكم الله يديمك الله يحفظك ان شاء الله. فدول وجهك الله يديمك للجميع ان شاء الله. زيارتكم مقبولة. الله يخليك بعد يبارك عين. فيك. قواك الله. يا والله حيلك. شكرا وخافت وقتكم انا. لا بعد عين. والله الف هلا والله. اخذنا من وقتكم. لا بالعكس. ربي يبارك فيك. رمضان كريم عليك ابو من. وعلينا ابو علي ان شاء ابو علي قواك لا الله. والله حيلك. وتسلم هاي الايد المباركه. الله يعزك الله يخليك. انت محترم واجور ان شاء الله. بارك الله بك. ربي يبارك فيك. شكرا جزيلا لكم. الله يخليك. ربي الله يبارك فيك. الله شكرا جزيلا. اهلا. الله يخليك. اعزائي المشاهدين خليكم ويانا. السلام رمضان كريم علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية وعلى الشعب العراقي إن شاء الله أجمعين. الله يسلمك ربي يحفظك. الاسم الكريم حسين. حسين حبيبي نريدك تسولف لنا على كبة الكاظمية. كبة الكاظمية والله هي لا يحتاج نسولف عليها، احنا المشهورين والمعروفين بلحمنا بنظافتنا كل شيء يعني، والطعم فد شيء يعني كلش طيبة. زين زين مو انتم طيبين لذلك كبتكم طيبة. انتم احنا نستعز بيكم الله يعزك. نفتخر بيكم ونمتاز بيكم كذلك. الله يسلمك. انت حضرتك من الكاظمية؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعم منك. بس إن شاء الله ماكو فرق إن شاء الله احنا والكاظمة. انت تاج راسنا. الله يسلمك سالم راسك. كل اهالي الكاظمية إن شاء الله. تاج راسنا. الله يعزك يحفظك الله يا هو طيب. يقول لك اذا النفسية طيبة واحد يسوي اكل فاكيد يطلع طيب لان نفسيته طيبة. أكيد أنتم طيبين إن شاء الله يحفظكم الله يا شلون اجواء رمضان وياك؟ والله اجواء حلوه، اجواء يعني كلش حلوه الكاظميه زياره وعالم العظميه ان شاء الله ماكو فرق الكاظميه والعظميه ان شاء الله. وكذلك انتم هسه بجوار الامام موسى الكاظم. اي والله اي اجمل وكلش حلوه بجوار الامامين سلام الله عليه. اليا ساعة تبقون؟ والله احنا يعني برمضان نفتح تقريبا ويا الفطور بالخمسه ونعزل ان شاء الله الحوالي من يقول امساك ان شاء الله نبقى. اي سعيدين جدا على بلقائك. تاج راسك. انت جدا جدا الله محترم. يعزك. الله شاهد ورسوله. يطيبك هاي. احنا نخليك على راسنا راسي. نستعز والله فيك وسعداء جدا بلقائك. عيوني على ربي راسي. يحفظك أهلا يسلم وسهلا راسك فيك. حبيبي تاج راسي أخوي، عيوني انت. طيب. ربي يحفظك. احبة المشاهدين مستمرين في الكاظمية خليكم يعني. عودة مجددا في برنامجكم برنامج كلام أهلنا في جوار سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ومحمد الجواد سيدي ومولاي. راح نتجول هنا في هذه المنطقة منطقة الكاظمية المقدسة لإحياء أجواء رمضان ونتكلم بخصوص الأجواء والأمسية والتواصل والزيارة. خليكم ويانا خليكم ويانا. السلام عليكم يابا الله يسعدك. قواك الله. ها عدد الله يسعدك اخوي. شلونك زين؟ خليك براحتك براحتك حبيبي. السلام عليكم. الله يساعدهم. زيارة مقبولة. قبل الله اعمالك. قواكم الله. شلونكم والله زينين؟ حيلك الله شلونك اخوي الله يسلمك. يسعدك. حبيبي شلونك؟ بارك الله قواك الله قواك الله. شلونك زين؟ الله حيلك. يخليك. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. رمضان على الجميع ان شاء الله. رمضان خير وبركه ان شاء الله. رمضان إن شاء كريم الله. عليكم ان والله. شاء الله. شنو الفطور اليوم؟ والله الفطور اليوم باكر. باكر. اي والله. والله خوش شكلك. إيه. ولو انا ما طقنها. بس اهلك وناسك. لا الحمد لله. ما كطيب من الباكر. ها؟ ما كطيب من الباكر. لا وعلي طيبه محترمه. الله يخليك. الله يسلمك. هذا ابو فلاح وين راح؟ راح ابو فلاح. تعال. ابو من ابو هاشم مقتدى. مقتدى. هلا حبيبي. وانت سجاد. سجاد. هلا بيخوي. الله يسلمك. شنو الدراسه؟ شنو والله سادس علمي حاليا. دراسه وعمل لو بس دراسه؟ دراسه وعمل. ها اي والله. حياك الله. يدول قلبك. يحفظك. شنو تريد تحب تقدمه؟ والله كل شيء ما اقدم. وزياره ان شاء الله موسى بن نريد جعفر. الله يوفقهم الله يخليك. ورمضان كريم ان شاء الله على الجميع. الله يخليك. الله يسلمك. شبابنا بكم البركه ان شاء الله الله. يخليك. شكرا جزيلا الله لكم. طيب. الله وياكم. خليك متواصل وياي. يلا يلا خليك متواصل وياي. خلي اعزائي تعالوا وياك تعال. السلام عليكم. اخوي الله يسعدك. شلونك قلبي؟ شلونك زين؟ الله يسلمك يا الله ورد. يبارك فيك. يدور قلبك رمضان كريم ان شاء الله. الله يتقبل اعمالك يا طيب.
الله والديك، رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله. خليك يا طيب. صحة وسلامة والله يديم هذا البلد ويحفظكم ان شاء الله. هنيئا لكم. الله يسلمك يا ورد، الله يسلمك يا طيب. ان شاء الله. شنو عملك؟ شنو هوايتك؟ ابو من اول مره؟ انا ما متزوج. ها اسمك بالخير؟ اسمي صادق. صادق، هلا بيك. الله يسلمك يا طيب. الله يخليك يا طيب. شنو تعمل؟ شنو عملك؟ اعمال حرة يعني. ربي يبارك فيك، قواك الله، انت محترم الله يسلمك. طيب. هاي اخلاقك العالية الله يسلمك. وحسن تربيتك. الله يخلي يحفظك، شاب محترم. الله يسلمك يا قول طيب. ان شاء الله. شنو عملك؟ اعمال حرة يعني. دراسه ما دراسه؟ اي ان شاء الله. شنو بخصوص هذا الموضوع بر الوالدين؟ شو هذا المجال، هذا الكلام؟ احنا اليوم موضوعنا على بر الوالدين، خصوص الولد، خصوص الابناء. شوف هي البذرة الصالحة، مثلا الانسان من يخلط بذرة صالحة. نعم. جيل جيل تبقى البذرة الصالحة تبقى. نعم. ليش يقول لك العرق دساس، العرق دساس. لو اليوم انت مثلا بار باهلك باكر ابوي يجي ابنك نفسه ونفس الكواليتي مالتك. اذا الكواليتي مالتك رديء ولدك يطلع نفس الكواليتي مالتك رديء. الله يبارك فيك. بس اذا انت متربي تربيه صحيحه، انسان مثقف فاهم دارس تعرف حقوق الوالدين، باكر ابوك من الروح. حتى لو كان ثقل عليك الام والاب، بس بنفس الوقت لازم تتحملهم. يعني هو رب العالمين وصى بيهم. هو كما تدين تدان، لازم انت ليش يقول لك ليش قدم لهم الاحسن. ليش يقول لك وصينا الانسان بوالديه احسانا؟ يعني يعرف رب العالمين الام والاب بمرور الوقت من يكبرون بالسن يصيرون ثقل على الانسان اللي ما عنده بالدارج انت ما عنده مسؤوليه. بالدارج بالعامه بالمجتمع، مع احتراماتي للطيبين والبعض مو الكل، من يتزوج بعد انتهت انقطعت الفيشه، او نقول انقطعت الموادين، انقطعت رجل ضعيف التواصل. اول شيء رجل ضعيف الشخصيه، ما عنده كلمه ومهزوز بين الطرفين، طرف الام طرف الزوجه. لكن لازم يكون عادل دبلوماسي بالطرفين حتى يحل المشكله وتمشي الامور. الله يخليك. شكرا جزيلا، ربي يحفظك. شكرا لكم جزيل الشكر، خليكم ويانا. اعزائي المشاهدين خليكم ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. زياره مقبوله. تقبل الله اعمالك. رحم الله والديك. الله يحفظك. ابو من؟ ابو سجاد. الله يخليك، ربي يبارك عينك على الكاميرا. الله والديك. الله يحفظك. رحم الله. ابو من قلت لي؟ ابو سجاد. ابو سجاد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. والله الحمد لله. الله يحفظك. ربي يبارك فيك. رمضان كريم عليك ان شاء الله. رمضان كريم عليك وعليكم وعلى عوائلكم. رمضان كريم. نشكركم ونشكر جهودكم ويانا. الله يحفظك. رحم الله والديك. الله يحفظك. شنو اليوم الفطور؟ والله خير من الله. والله خير من الله. ان شاء الله رمضان خير عليك. رمضان خير عليك وعلينا وعلى العراقيين جميعا. ان شاء الله، ونحث الشباب الموجودين امامنا حثهم على الصلاه والصيام. ان شاء الله. هاي فرصه جديده او فرصه متاحه انه نتقبل بها ونحث بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر. والله هذا المجال كلش يعني حلو، الشباب ويعني خير من هذا، وكافي واحد من يكبر بعد الى العمر الى نهايه. نعم صحيح. زين، وبر الوالدين والله سبحانه وتعالى مصب هذا الشيء. هو هذا موضوعنا نحن. بر الوالدين انه يقدم الاحسان الوالده والوالدته. اي طبعا. كذلك الاخوان طبعا. موده ورحمه ومساعده ما بينهم. مساعده بينهم ومساعده الجيران والاخوان وكل شيء. طبعا. الاحترام لهم. ان شاء الله. الله يحفظك. رحم الله والديك استاذ. رحم الله والديك. شكرا جزيلا، ربي يحفظك. في امان الله. الله يعافيك. شكرا جزيلا لكم، تابعونا. خليك مستمرين وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربي يبارك فيك. شلونك؟ الله يبارك فيك. اسمك بالخير؟ عباس نصيران. عباس. على صوتك ما نسمعك. اي عباس. شلونك؟ زين الحمد لله. زياره مقبوله. قبل اعمالك. رمضان كريم علينا وعليكم. ربي يبارك فيك حبيبي. شلونك؟ زين. شنو اليوم؟ الحمد لله. والله اليوم خير، نعمه من الله. صلاه صيام. اي الحمد لله. الحمد لله والشكر. انت عراقي اصيل. والله وديك. انت مسلم. صحيح. اريدك مواظب واريدك كلنا احنا نغلط. اي صحيح. لابد ان نتعلم من اخطائنا. صحيح. مو هذا الشيء اللي نريده احنا؟ اي. شنو وين مخلص بالدراسه؟ شنو والله ثالث متوسط، جاي ادرس ثالث متوسط. ثالث متوسط. مستمر؟ عاشت ايدك. شنو خطوتكم اليوم؟ اليوم والله نعمه من الله. والله مقلوبه اليوم. مقلوبه. ايه بالعافيه. الله يعافيك. رمضان كريم عليك وعلى انا عندي سالفه، نصيحه للشباب. تفضل. نصيحه للشباب يلتزمون بالصلاه والصيام، هي هاي اهم شيء بالحياه. انت طريقك ما يكمل وما ينجح طريقك اذا ما تصلي. هي هاي احنا اهم شيء الصلاه. نعم. انت اذا صايم وما تصلي شنو الفائده؟ خلص رمضان تستمر. ايه اذا انت صايم وما تصلي شنو الفائده؟ ماكو فائده. هي اهم شيء الصلاه. حتى اللي يروح للزياره ما يصلي ما توصل. ايه اكيد.
عندنا هفوات ننسى تفوتنا صلاه لكن نسويها قضاء إيه، نستمر لازم نستمر. انا والله ها شوف صليت الصبح ما صليت الظهر لا ما يخالف اي عاد مو تقطعها. لا تقطعها إيه. مع نستمر بها. ايه ربي يبارك فيك حبيبي. شكرا جزيلا لك حبيبي. تاخذ انا؟ ايه على بك الله يسعدك حياك الله بس هو عليك وعلينا ربي يبارك فيك عيد الله ان شاء الله يوفق رحم الله والديك شلون مقبول ان شاء قبل الله الله اعمالك الاجواء زينه ولد امه محمد ان شاء الله على بشهر المبارك يوفق العالم ويستر على العالم اي والله وان شاء الله يستر عليكم ومن قناتكم ولد الله ان شاء الله يبارك العالم بهالشهر المبارك وانا خادم يدك والله تمر امر عيوني موفق ان شاء الله شكرا جزيلا لكم بارك الله فيك حبيبي الله يحفظك شكرا جزيلا احبتي المشاهدين مستمرين في منطقه الكاظميه حاليا راح نستمر بتجوالنا بجولتنا في الكاظميه ونتعرف على ناسها كذلك ناس اكثر وارائهم واجواء رمضانيه وممزوجه ب دينيه لان احنا بجوار موسى الكاظم الامام موسى الكاظم عليه السلام. راح نتعرف على اكثر من شخص ونشوف روتينه الرمضاني كذلك الحالات الدينيه وتمسكه بهاي الايام لان هي فرصه تعتبر فرصه للتقرب لله سبحانه وتعالى. اذا كان مقصر السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام حبيبي. رمضان كريم علينا وعليكم بعد روحي وعلى امه محمد مبارك الله يعزك ويحفظك. زياره مقبوله ان شاء الله. الله ودي يقبل اعمالك. اتمنى لك التوفيق. الله يخليك. شلون اجواء رمضان وياك؟ الحمد لله بخير بنعمه بهنا وناسني العراقيين جميلين الله يعزك. زين سولف لي هسه عن حياتك الشخصيه، هل انت تدرس تارك الدراسه؟ لا الحمد لله طالب مرحله اولى بالجامعه المنصوريه معلم. شنو قسمك؟ معلم صفوف اولى. جيد بارك الله بك هذا شيء جيد احنا نتبارك بك ان شاء الله. وانت مستقبل لك مستقبل زاهر بما انك بمجال التربيه والتعليم انت تاج على الراس. شلون هالاجواء شو تشوفها هنا ان شاء الله؟ والله الحمد لله بنعمه بخير اجواء راقيه وحلوه الحمد لله والشكر. حضرتك منين؟ من الناصريه. والله والنعم على راسنا. طيب الله يسلمك ربي يخليك. يعني انت مجيئك من الناصريه لو الاصول؟ لا من الناصريه. والله والنعم منك على راسي. الناصريه قضاء البطحاء. والنعم والله نتشرف بيك على راسنا. ان الشرف طبعا التقينا بيك. الله يسلمك. اسمك الكريم؟ سجاد ماجد. رحم الله والديك والنعم منك. طيب شو وقت جيت شو وقت راح ترجع؟ والله ارجع ان شاء الله الثلاثاء اخلص امتحانات وارجع. جيد احنا موضوعنا اليوم بر الوالدين. الحمد لله. بر الوالدين واجب على الابن انه يحترم والديه. فاحنا برنامجنا هادف نريد نوصل رساله. احترام الوالدين من اي ناحيه يعني يكون؟ لازم الابن يحترم والدينه ويبرهم بصوره صحيحه. الحمد لله وشكر. كذلك ما يقصر حقهم من ناحيه المصرف من ناحيه ما يعلى صوته لازم. لا ما يعلى لا لازم ما يعلى. احنا لازم نتمسك بالخلق الرفيع والجيد كذلك. واحنا هسه بجوار موسى الكاظم مدرسه نتعلم منه كذلك. اي اتمنى لك كل التوفيق حبيبي ان شاء الله ترجع بالسلامه. شرفنا بلقائك الله يخليك بعد روح رحم الله والديك سالم راسك. سلمك عيوني انت ربي يخليك ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي التوفيق بدراستك عيوني انت ورمضان كريم عليك ان شاء الله. علينا وعليكم وعلى امه محمد رحم الله والديك. حبيبي يا مرحبا اهلا وسهلا بك. احبتي المشاهدين مستمرين وياكم مثل ما تلاحظون اجواء رمضانيه جيده جدا والناس يعني جايه لزياره موسى الكاظم عليه السلام وكذلك اجواء دينيه كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. الله يسلمك زياره مقبوله. قبل اعمالك زين دعينا. يسلمك حبيبي. سولف لنا شنو اجواء رمضان وياك؟ هل انت مواظب على الصيام؟ لا. ليش؟ انا ما اقدر شويه. يعني انت مريض لو؟ شويه عجوبه بساعه وهاي. زين. بس انت عزيزي انت ايش قد عمرك؟ انا عمري 16. زين. نصيحتي لك انت مستحق الصيام. ومفروض انك تصوم يعني وتواظب. تواظب على الصيام. تلتزم به. ماشي؟ هذا شهر فضيل. وهذا الشهر انت فرصتك تتقرب لله سبحانه وتعالى. صح. ماكو مشكله انت حكيت الصراحه. وهذا الشهر خليك على راسي. تدري ليش؟
أي. لان انت صادق، انت شخص حكيت الصراحه، ما قلت لي اني اصوم واني كذا اي وانت ضميت عليه، لا بالعكس. لا. شيء جيد بين انت حكيت الصراحه. صح. هذا شيء جيد، وانت انسان خلوق ما طول حكيت الصراحه، لكن حتى تكمل مسيرتك جيده أي. تواظب على الصيام كذلك. ان شاء الله. زين من الناحيه العباديه صلاتك. اي بس انا اقول لك متقاطع. لا استمر جيد، انت خلوق محترم. أي. واكثر صفه حبيتها بيك بين انت شنو؟ الصراحه مالتك، انت انسان صريح. تمام. صريح. دراستك شلونها؟ والله تارك انا. اقول لك شو من يا صفحه جيك تعبان. اخير فتره. يلا مو مشكله. أي. ان ذني شغلتين حاول تصححها، لا، الصيام ان شاء الله. اولا ومن ثم الدراسه، لان نعم. تقرب لله سبحانه وتعالى اولا، خليه بالمقدمات. صح صلاه. صح. صراحتك عجبتني. اي تاج راسي حبيبي، عزيزي بالتوفيق. حبيبي غالي. عيني عيوني انت. السلام عليكم حبيبي. السلام. رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم. الله يسلمك، زياره مقبوله. قبل اعمالك. شلون الصحه؟ والله بخير الحمد لله. شلون؟ الاجواء شلونها؟ والله لا بخير نعم. الله يحفظك. صيامك مواظب عليه ان شاء الله. مواظب ان شاء الله. الله يسلمك، استمر. شاء انا الله. اشجع ان شاء الله. مثل جيلك انه يلتزم بالصلاه، يلتزم بالصيام. ان شاء الله. هذا شهر فرصه لك وفرصه إيه. لكل الناس. صح لو مو صح؟ صحيح. جيد. ودراستك شلون؟ دراسته بالرابع. زين، رابع علمي؟ ايه. جيد بالتوفيق ان شاء الله. منين حضرتك؟ من المدينه. المدينه. مدينة نصر. على راسنا. من نصر. حبيبي تاج راسي، بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. اتمنى لك كل التوفيق، واظب على صلاتك ان شاء الله. واظب على صيامك ان شاء الله. عيوني انت تاج راسي حبيبي، بالتوفيق عزيزي. احبتي المشاهدين مستمرين وياكم في منطقه الكاظميه، خليكم ويانا. احبتي المشاهدين مثل ما شفتوا جولتنا في منطقه الكاظميه، اجواء رمضانيه جميله جدا وممزوجه بزياره الامام موسى الكاظم عليه السلام، وكانت اجواء جيده. شنو رايك استاذ علي؟ نعم بالتاكيد زياره زرنا سيدنا مولاي موسى الكاظم محمد الجواد عليهم السلام. نعم. وشفنا اراء الناس وشفنا معاناتهم وشفنا اجواء رمضان وهذه المناسبه. زين. وشفنا اجواء رمضانيه، هو تحسه متمسك. نعم. هيك اجواء أي. يجي يغير جو. كذلك بنفس الوقت جو ديني بزياره الامام موسى الكاظم. احبتي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا في منطقه الكاظميه. ان شاء الله نلتقي بحلقات قادمه بمناطق مختلفه. نتمنى لكم رمضان كريم ان شاء الله مجددا. انتظرونا في حلقات قادمه. اخوكم مرتضى محمد من منطقه الكاظميه وزميلي علي طالب. شكرا لك وزميل مرتضى محمد، شكرا لكم. برنامجكم برنامج منصه اهلنا وكلام اهلنا. نلتقيكم في جوله اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله.